مساء الفل. النهارده انا جاي اكلم الناس اللي بتكره الصيد. لو انت بتكره الصيد فانا الحقيقه يعني هكرهك فيه اكتر. عشان كده النهارده هكلمك على اسوأ 3 اماكن تروح تصطاد فيهم. المركز الثالث معانا العين السخنه. يا جماعه العين السخنه مش صيد، محدش يروح يصطاد في العين السخنه، سيئه جدا جدا جدا، مفيش حاجه هناك. يعني فانت هتروح هناك تتفسح تنزل الميه، لكن تصطاد لا. ما تقولش انا رحت اصطدت في العين السخنه فبكره الصيد، لا انت كده ما رحتش تصطاد. المركز الثاني البحر المتوسط. البحر المتوسط الصيد فيه صعب جدا 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 ومحتاج صبر فعلا، وهتطلع في الاخر حاجات كلام فاضي. وعشان خاطر تصطاد في البحر المتوسط انت محتاج اكويبمنت مختلفه تماما، ومحتاج تروح اماكن معينه عشان تصطاد فيها. لكن ان انت تقول انا هروح اصطاد في اسكندريه علشان اجرب الصيد، انت كده ما اصطادتش. المركز الاول وده اسوأ مكان من وجهة نظري ان انت تبتدي تصطاد فيه او ان انت تروح تصطاد فيه، هو الميه العذبه. صيد الميه العذبه او النيل والترع. طبعا مش كل الاماكن، اماكن معينه بس يا معلم. انت هتروح اولا هتشم ريحه وحشه، هتلاقي جنبك فيران وجنبك يعني دود وبتاع، زائد ان اساسا الاماكن اللي انت هتقعد فيها مش هتبقى اماكن سياحيه يعني زي ما انت متخيل. فلو انت بتكره الصيد وعايز تكرهه اكتر روح الترع.